مساء الخير واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال نشوف تحليل رفيق حليج بعد نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا. ونعود مرة أخرى للقاء الجزائر ونيجيريا. بالرغم من الخسارة، بالرغم من أيضا الدخول دون ترتيب أي أوراق لبيتكوفيتش، شاهدنا بعد دخول الهدف الثاني عملية المحاولة للعودة مرة أخرى لهذا اللقاء، لكن كل شيء كان متأخر لبيتكوفيتش. كل شيء كان متأخر عبد العزيز، خاصة في الشوط الثاني. كنا ننتظر ردة فعل سريعة منه. لما أحسن ذكرنا أنه أحسن، استغلوا كل أخطاء الفريق الجزائري، سجلوا كل فرصهم اللي أتيحت لهم لو صحت التعبير، لكن ردة الفعل المنتخب الجزائري كان ضعيف بعد تسجيل الهدف الأول وحتى بعد تسجيل الهدف الثاني. تغييرات 18 الإضافة اللي كانت متوقعة. اليوم المنتخب النيجيري كان أحسن، لكن أنا اللي نعيب واللي يغيظ أكثر يعني الأداء الحكم أكيد أنه غير من سيناريو المباراة، خاصة مع ضربة الجزاء في الشوط الأول كان يكون سيناريو ثاني مغاير تماما. إضافة إلى كان ذكي، كأنه كان يلعب لإغضاب اللاعبين الجزائريين لإخراجهم من المباراة. أداء سيء جدا من تحكيم مباراة اليوم، يعني ضيع علينا مشاهدة مباراة كانت تكون يمكن أروع لو كان المنتخب الجزائري أحسن، لكن لا يلام على كل شيء. ذكرنا وقلنا أنه الخطأ كان من المدرب ومن اللاعبين واللوم الكبير عليهم، ومع ذاك لا ننسى أدائهم المميز في المباريات الأربعة السابقة. تعال نشوف تحليل أبو تريكة بعد نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا. مرمى بطولة مجمعة في ما فيش تخطيط خط المرمى، هي ما عدتش كاملة محيطة، ايوه، ولا فار. فشوط أول بطولة كبيرة بتاعت أفريقيا، البطولة اللي احنا بنحبها والقارة اللي احنا بنحبها، لازم يبقى فيه تقنية خط المرمى وفي فار وحالات الفار. صحيح. لمسة اليد ليه ما يروحش للفار؟ ما هي لمسة يد ضربة جزاء وداخل منطقة هذه حالة غريبة تعتبر. أيوة. روح للفار. الحالة الوحيدة اللي الفار ما يتدخلش فيها لو لمسة اليد بره ال 18، هي جوه ال 18. شوف أيوة. وبعدين كبر حجم جسمه. نعم. فضربة جزاء، حاجتين، تقنية خط المرمى والفار، عشان بطولاتنا تبقى محترمه والناس تتابعها. لان زي ما قلت انا ما بحبش انتقد الاتحاد الافريقي، بس لازم غصب عنك تنتقد لان القرارات تنرفزك. ظهر بوجه رائع، فيه شباب امامهم مستقبل كبير جدا. مباراة للنسيان، بطولة قادمة عالمية، كأس عالم، محظوظين أننا متواجدين. لازم تصحيح الأخطاء اللي نكون ونظهر بوجه أفضل وأحسن في المحفل العالمي. شاهد أحد أهداف منتخب نيجيريا خاصة في كل أشواطه الثانية في البطولة، لكن المرة هذه أنت عارف بلعيبتك، أدرى أنهم بدنيا مرهقين، كان على الأقل يتفاعل أكثر بتغيير خطة أو بإقحام لاعبين بسرعة. صحيح أن الهدف جاء مبكر مع الدقائق الأولى لبداية الشوط الثاني، ولأربكة كل الفريق، زيادة إلى قوة المنتخب النيجيري. كان قوي بدنيا، كان قوي فنيا، الخطوط الثلاثة ولا أخطاء. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.